السلام عليكم. وعليكم السلام يا عزوز. لو سمحت فضيلة الشيخ. قولي. انا دلوقتي انا زوجة تاني مش قلنا انا زوجة وخلاص؟ بعدين جوزي متهمني ان انا قلت كلام لنسايب ابنه ان هو ابوه متجوز واحدة تانية، فمن ساعتها بقى مقاطعني وقال لي طلاقك معلق، وهاجرني دلوقتي 9 شهور، ولا بيسأل عليا ولا بيصرف عليا ولا سأل فيا خالص. خلفت منه؟ لا ما خلفت. خلفتيش؟ خلفت من غيره قبله؟ نعم. خلفت عيال من راجل قبله؟ لا انا كنت انافه، انا جوزني بنت بنوت. خدك بنت بنوت على الزوجه والعيال؟ انا متجوزه بنت بنوت اللي هو الزوج ده اللي بحكي عليه. ودورت على الخلفه؟ ما عنديش عيال خالص. استني. ودورت على الخلفه؟ استني ده اول واحد اتجوزه. استني. ودورت على الخلفه ورحت للطب والدواء؟ رحت. هو كان عنده مشكله وما رضاش يتعالج. عنده مشكله ازاي ومعاه ابنه وهيناسبه هو المشكله بسبب ابنه وجوازة ابنه؟ لا هو ابنه ده وبنته من الزوجه الاولانيه. يبقى عنده مشكله معاك انت بالذات؟ معايا انا بقى. هو زي ما تقول بقى كبر بقى وفي السن وكده، كبر في السن وجاله السكر وبتاع. وجاله السكر؟ وجاله السكر؟ جاله السكر. وكبر بقى كام سنه كده؟ هو دلوقتي ماشي في 67. طب 67 ومهاجرك وقاعد مع ام الولد؟ قاعد مع ام الولد وبيسافر ويجي ويروح ويجي وبقالي 9 شهور ما بيسالش عليا ولا طب ما هو عفريت اهو. استني بس. طب ما هو عفريت اهو. بيديكي مصروف شهري؟ ما بيدينيش ولا مصروف شهري ولا بيصرف عليا اكل وشرب ولا لبس ولا اي حاجه. 9 شهور. امال انت عايشه ازاي؟ انت لو كنت قلتي لنسايب ابني استني بقى ان انا متجوز واحده ثانيه، رغم ان العيله كلها عرفت وحضروا فرحي، انا اعمل ايه؟ ليه؟ طلقت ويبقى معلق وسابني على كده. ايه؟ لا معلش اسمعيني يا امال انت عايشه ازاي؟ انا عايشه كده، اهلي اللي بيصرفوا عليا. اهلك بيصرفوا وهو عارف ان اهلك بيصرفوا عليك فمطمن. ايوه عارف. مطمن. خليني بقى في الطلاق المعلق. طب انا اعمل ايه يا دكتور؟ هقول لك اهو. هقول لك بس استني. الطلاق المعلق الراجل علقه على انك قلتي. انت قلتي ولا ما قلتيش؟ اتفضل. انت قلتي لنسايب ابنه ده ابوه متجوز؟ انا ما قلتش. ما قلتيش. يبقى الطلاق مش واقع. الحمد لله. بس استني بس بقى. لا ما قلتش. استني. خلاص يبقى الطلاق مش واقع. طيب. يبقى هو لو كان سمعنا او حد يبلغه يقول له يا حاج اعقل، ما تجيبش واحده وتخليها على ذمتك وما تصرفش عليها، لان دي هتوديك النار، لانها بحوالي 3 تريليون قطه، وواحده دخلت النار بسبب قطه واحده، فانت هتدخل النار 3 مليار مره، 3 تريليون مره، لانك حبست واحده على ذمتك وانت لا تنفق عليها. لو انت راجل شملول طلقها يا اخويا واديها حقوقها وهي تروح تتجوز، مالكش دعوه. ما تتجوزش مالكش دعوه. في مثل عربي قديم مع الفارق. المثل ملوش دعوه بالواقع، مش انا بقول عليها حماره. المثل ده بيقول ايه؟ حمار نزلت عنه لا يعنيك من ركبه. انت كنت راكب حمار بالاجره، نزلت ووصلت بيتكم، تاكسي، خليه تاكسي. الراجل وصلك وقال لك الحمد لله على السلامه يا بيه، وانت اديته الاجره وزياده 2 جنيه عشان تكمل العداد. 78 اديته 80، قال لك شكرا وجه نازل. واحده او واحد تاكسي تبحلق عينك وتشوف مين اللي هيركب مكانك، ازمه فكر، يبقى انت مغفل وهبل. انت تنزل من التاكسي تقول اللهم لك الحمد وتطلع على بيتكم ومالكش دعوه بيه. كذلك الزوجه، انت نزلت من عليها يا حبيبي وقلت لها انت طالق، مالكش دعوه بقى تتجوز ما تتجوزش تتحرق، انت تديها حقها وتبقى حر طليق مع ام الولد، هي اللي تدعك لك رجلك وهي اللي تديك الانسولين وهي اللي ما عندكش الا هي بقى. والتانيه القطوطه الغلبانه اللي خدتها بنت بنوت دي تسيبها وتسرحها السراح الجميل وتقعد انت مع اللي هتدعك لك رجلك بيني وبينك، يعني لا دي هتدعك ولا دي هتدعك. طلق الاثنين وارتاح من النسوان نهائي، وكل واحده اداها حقها. واسمع نصيحتي انا، لا يجي لك مع السكر كمان 3 امراض. النساء اللي هيعيوك ادوهم حقهم ومشيهم، واقعد انت كده صلى الله على محمد، واحد يتصدق عليك تأجر خدام، المهم تبقى تخلصه من حاجه اسمها الكيد والفقع اللي هيجيبوا لك مع السكر 70,000 مرض. انت امور وغاوي الاموره العجوزه، خليكم مع بعض ودي البت دي حقها وطلقها لو كنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا اما تبوس على راسها وتقول لها الشيخ او الاستاذ الدكتور قال الطلاق مش واقع لانها ما قالتش ان سايب ابنك، وسيبك بقى من قالت وقالتش. وبعدين حتى لو قالت يا راجل، هي قالت ابوه بيشتغل طبال بالليل تيك قالت متجوز، وده عيب وده عيب فيك. ونسايب ابنك لو مش هيناسبوه عشان ابوه متجوز 17 يبقوا بيفهموا حاجه، يبقوا متخلفين. يقولوا تعالى يا واد يا ابن الراجل انت واتجوز على بنتنا لو مش عاجباك، او عملت لك الملوخيه براس طوم عشان تحرق صدرك طول الليل. ما ينفعش الكلام ده. اعقلوا واعرفوا دينكم كويس. دين انك تعلق حد من غير ما تاكله. بقول لك القطه
الوليه حبستها دخلها ربنا النار. كان في حاجه من اتنين لازم تعملهم، يا تاكلها ما دامت حبسها، يا تفتح لها الباب وتقول لها باي كل يا اختي الزباله عندك اهي، وتتخلص من مسؤوليتها. الرقبه ما هي المرض في رقبتك وانت في رقبتها. يا دي السنه اللبني علينا وعلى ضياع كل اللي في رقبتنا.